إغلاق المساجد قبيل شهر رمضان قرار جديد لم يعجب المغاربة أبدا. تعرف عن هذه التفاصيل الإخبارية التي وردتنا قبل قليل، الهامة والجادة. فإذا كنت مغربي شاهد هذا الفيديو بسرعة وما تفلتوش. قبل ما تعرفوا على التفاصيل الإخبارية التي وردتنا قبل قليل واللي ما غاديش تعجب الكثير من المغاربة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية فور علمنا بها. نأتيكم بالأخبار الصادقة أينما كنتم ومن مصادر جد موثوقة، نوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة. معكم أنا على صفحتكم بالفيسبوك أخبار ماروك عاجلة، وشكرا جزيلا لكم. في التفاصيل ديال هذا الخبر الجديد واللي ما غاديش يعجب الكثير من المغاربة، قبل قليل من الآن وردتنا هذه الأخبار المفاجئة. ففي قراءة لمواد بعض الأسبوعيات نستهلها من الأسبوع الصحفي التي ورد بها أنه في كل سنة ومع اقتراب شهر رمضان الكريم تقوم مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة تطوان بإغلاق بعض المساجد، سواء بحجة أنها معرضة للانهيار أو أنها شملها قرار الإصلاح، وهكذا تمر عليها شهور وشهور وربما أعوام وهي مغلقة دون أي ترميم، ما يجعل العديد من المواطنين والمواطنات الأحرار بالأحياء الشعبية يتخوفون من إغلاق المساجد وحرمانهم من تأدية الصلوات. ووفق المنبر ذاته فإنه في ظل غياب أي لوحات تعريفية أو إرشادات تشرح المدة التي يستغرقها إغلاق المسجد والمقاولة المشرفة على إصلاحه والميزانية مخصصة له، تظل نهاية الأشغال مجهولة حتى إشعار آخر، ما يزيد من معاناة المصلين وخصوصا كبار السن بسبب تنقلهم من حي إلى آخر لتأدية صلواتهم الخمس. ويطالب العديد من المواطنات والمواطنين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإفاد لجنة للتحقيق في العديد من المساجد التي أغلقت بدارعة الإصلاح وما زالت مغلقة، وأخرى ظهرت بها عيوب أو سقطت على المصلين بسبب الإصلاحات المغشوشة، وإعادة فتح المساجد التي تم إغلاقها منذ سنوات من أجل الإصلاح الوهمي حسبهم. ونقرأ في خبر آخر على الأسبوعية ذاتها معاناة ساكنة وزوار الصويرة منذ سنتين من أزمة الظلام بكورنيش المدينة الذي أصبح خاليا من الإضاءة رغم وجود أكثر من 40 عمودا كهربائيا، وكل عمود يحتوي على كشفين قويين للإضاءة و7 مصابيح، والمجموع هو 80 بروجيكتور والأكثر من 200 مصباح. وحسب الأسبوع الصحفي فإن مدينة الصويرة السياحية تعاني منذ سنتين عديدة من أزمة الظلام بالكورنيش، وقس على ذلك باقي التجزئات السكنية وعلى طول الحزام الأخضر، كما تعيش العديد من الأزقة والشوارع تحت وطأة الظلام ومعاناتها مع الانقطاع المتكرر والمستمر للإنارة العمومية.